السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا كل متابعينا على قناتنا جريز وحبهان. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جديدة وهي خميرة المش لكل الناس اللي ما عندهاش مش وعاوزة تعمله أو ما عندهاش حد تجيب منه مش حلو. هنعمل بقى الخميرة بتاعته بكل تفاصيله. أول حاجة معانا كمية من المرتة تكوني مطلعاها كده من تسيح السمنة، ومعانا كمان فلفل أحمر من القرون دي، وكمية من الشرشة تكون شرشة جبنة، لو ما عندكيش ممكن تجيبي من السوبر ماركت أو أي حد بتتعاملي معاه تقولي له أنا عاوزة شرشة جبنة. هاطلع بقى على النار بشوية المرتة بتاعتي دي وأحطهم في حلة وأبدأ أقلب فيهم. أنا عاوزة أغمقهم شوية، طبعًا حضرتِك وأنتِ بتسيحي السمنة ما بتغمقيش المرتة بتاعتِك أوي، عشان السمنة بتاعتِك ما تغمقش، فهي طبعًا إحنا بناخدها ونغمقها شوية لإن أنا عاوزة لونها يبقى غامق، كل ما اللون بيبقى غامق شوية كل ما تديني لون حلو أوي للمش، فبابدأ بقى أقلب فيها كده وإيدي فيها واحدة واحدة لحد ما تغمق معايا. في الوقت ده بقى أنا هاجيب كمية الفلفل بتاعي، وهابدأ بقى آخد نُص الكمية دي الأول، وهاحطها مع شوية شُرشم اللي أنا وريتها لِك دي، وهاضربها في الخلاط، عشان أنا هازوّد بيها على المُرتة وأنا شغّالة معاها. بصراحة يا جماعة أنا استعملت نُص كيلو الفلفل ده كلّه، لإني أنا استعملت الأول الربع كيلو، وبعد كده حسيت إن لونه كده ما مش يعني مش مدّيني اللون اللي أنا عاوزاه، أو الحرقان يعني إن هي تبقى حرّاقة كده، فاستعملت بقية الكمية كلّها. رجعنا بقى للمُرتة، بُصّوا بدأت لونها يتغيّر معايا إزاي. زي ما حضرتِك شايفة كده إيدي فيها على طول وباقلِّب فيها عشان طبعًا ما تتحرقش منّي، لحد ما تغمق وأوصل للون اللي أنا عاوزاه، هابدأ بقى أزوّد كمية آمم الفلفل الحراق اللي أنا ضربته ده واحدة، واحدة كده. وخلّيكم معايا عشان هي يعني إيه، ليها خطوات عشان تطلع معاكِ الخميرة بتاعة المِش مضبوطة جدًا. إحنا ليه بنعمل الخميرة دي؟ لإن طبعًا في ناس كتير بيبيعوا المِش بس بيبقى مِش مغشوش مش حلو خالص. لكن أنتِ لو عندِك حد بتجيبي منه في الفلاحين مثلًا أو أنتِ في قرية أو حتّة كده ضامنة المِش بتاعها، هتجيبي الخميرة بتاعتها دي اللي هي إيه، هتزوّدي عليها. لكن أنا باعمل الخميرة من أصله، من الأساس، عشان بعد كده أبدأ أزوّد عليها وتبقى عندي موجودة وتقعد معايا بالسنين، وأبدأ أحُط فيها الجبنة اللي أنا عاوزاها، سواء بقى حطيتها في برطمان، حطيتها في بلّاص، حطيتها في علبة بلاستيك زي ما حضرتِك هتستعملي بالضبط. بُصّوا أنا حطيت كمية الفلفل معايا، وحطيت نُصّها في الأول وبدأت أقلِّب لحد ما تقلِت معايا شوية، وبعد كده حطيت النُص التاني من الكمية، وبرضه هافضل أقلِّب كده لحد ما تتقل معايا. لازم أنا أحطها على يعني على مراحل، بس طبعًا الكمية كانت معايا صغيرة، فأنا حطيتها على مرحلتين بس، وإيدي فيها كده لحد ما تتقل. بُصّوا السُمك بتاعها اختلف إزاي وتقلِت معايا إزاي. أنا باورّيكِ برضه حتى كده طول ما أنتِ بتقلِّبي فيها طبعًا أنا شغّالة على نار هادية، بتتقل معاكِ وبتضبّط معاكِ كده. فهتبقى مضبوطة جدًا. هاقلِّب فيها برضه كده. بُصّوا بدأ لونها يتغيّر إزاي، كمان السُمك بتاعها بيتغيّر. جِبت بقى نُص كيس من الملح وبدأت أحُطّه فيها. وهاشوف برضه الحُدْق بتاعها، يعني أنا وأنا شغّالة فيها بعد كده هاشوف الحُدْق بتاعها محتاجة ملح تاني والّا لأ. مع العلم خلّي بال حضرتِك إن المُرتة بتاعتِك برضه بيبقى فيها نسبة ملوحة، أي مُرتة بتطلّع من السمنة بتبقى فيها ملوحة شوية، فأنتِ برضه هتحُطّي كمية الملح المناسبة ليكِ. أنا حطيت زي ما قُلت لِك نُص الكيس وبعد كده وقلّبت تقليبتين، وبعد كده حطيت معلقة ممسوحة صغيّرة من الكركم. الكركم هنا بيدّيني لون حلو للمِش بتاعي، وكمان بيحافظ لي على المِش من الحاجات اللي إيه، الإضافات اللي هنحطها عشان تحفّز لي على المِش من إن هو ما ييجيلوش سوسة ولا دودة ولا أي حاجة من الحاجات الوحشة دي. تمام، أنا كده باقلّب فيه برضه لحد ما إيه، ما هاوصل كده معايا ويتقل معايا كده. هابدأ بقى أزوّد كمية لبن عندي تكون بقى لبن بخيره، يعني إيه، لبن بلدي بقى جايباه من حد تكوني واثقة فيه، يكون بقى كده بيعمل قشطة عشان يدّيكِ نسبة دسم حلوة كده. أهو بُصّوا اللبن بتاعي ده أنا كنت غالياه قبل كده وسِبته برد شوية، عمل قشطة حلوة أهي. بدأت أحُط منه شوية، شوية وأقلِّب فيها، وكل ما اللبن بتاعي يختفي كده ويتقل معايا القوام تاني، أحُط كمية تانية. برضه زي ما أنا قُلت لكم أنا شغّالة على نار هادية، لو حضرتِك عاوزة تشتغلي تعلّي النار شوية ومتوسطة. بس
لازم إن أنتِ ما تشيليش إيدِك من الحلة خالص، عشان ما يلزقش معاكِ ويلزق في الحلة كده ويتحرق من تحت. بُصّوا كل شوية كل ما يتقل معايا أزوّد كمية اللبن لحد ما أخلّص كمية اللبن بتاعتي. كمية اللبن اللي أنتِ هتحطيها بقى هي اللي هيتضاعف عليها كمية المِش اللي هتحصلي عليها بعد كده. يعني أنا تقريبًا استعملت كيلو ونُص من اللبن، مع كمان شوية شورشة كانوا موجودين عندي هاستعملهم. حطيت بقى كمية اللبن كلّها كده وبدأت أقلّب فيها زي ما حضرتِك شايفة. بُصّي هنا أنا كانت السمنة اللي كانت في المُرطة نطرت كده على الوش. ده بيدُل على إن المُرطة بتاعتي كان فيها شوية دسم كده حلوين. لو المُرطة بتاعة حضرتِك أنتِ مصفّياها خالص من السمنة، ممكن حضرتِك بمعلقة سمنة صغيّرة كده تزوّدي على المُرطة، عشان بيدّيني دسم حلو أوي للمِش. هنا جِبت بقى معلقة حلبة مطحونة، حلبة حصى، طحنتها كده في المطحنة بتاعة الخلاط. الأحسن لحضرتِك إن أنتِ تحطيها مطحونة أحسن ما تحطيها حَبّ زي ما هي، لإن لو بتتحط حَبّة بعد كده بمرور الوقت بتبقى شكلها مش حلو في المِش، بتدّيكِ إحساس إن دي سوسة أو حاجة في المِش. هنا بقى كنت نزّلت المقدار بتاع المِش بتاعي من على النار وسِبته يهدى شوية، وجِبت بقى صينية وطبق كده وبدأت عشان أصفّيه. أنا عاوزة الكمية بتاعتي دي تبقى ناعمة، يعني ينعم معايا خالص. فهاعمل حركة التصفية دي وهابدأ أقلِّب كده بالإسباتيولا كده فيه لحد ما أنزّل كل كمية المِش اللي موجودة عندي، وهتفضل معايا كمية زي ما حضرتِك هتشوفي كده هاقول لِك هنعمل فيها إيه. زي ما قُلت لحضرتِك إحنا استعملنا النُص كيلو فلفل كُلّه، آآ ضربته في الخلاط وحطيته على كمية المِش وهي موجودة على النار. أنا كده أكنّي يعني إيه، باحُط الخميرة بتاعتي من أولها، باعمل خميرة زي ما قُلت لحضرتِك إن هي تضيفي فيها الجبنة بقى، تجيبي جبنة قريش، جبنة أي نوع جبنة عندِك وتضيفيه وتحطيه، وتبدئي بقى تزوّدي عليه وتاخدي منّه وتعملي يعني إيه، الكمية الأساس بتاع الخميرة بتاعة المِش دي هتفضل عندِك. بُصّوا أنا قعدت أصفّي فيها وأقلِّب فيها لحد ما فضل معايا الكمية دي. طبعًا ده كمية الفلفل أو الفلفل اللي هو طبعًا كنت ضارباه من الأول، وهاحطه بقى في الخلاط مع شوية شِرْشة صغيّرين كده، واضربه ضربتين لحد ما ينعم خالص، عشان أنا عاوزة المِش بتاعي ناعم. بُصّوا أنا باورّي لكم كده باقلّبه كده، بُصّوا ناعم إزاي، وما شاء الله لونه جميل جدًا. طبعًا من الفلفل اللي إحنا حطيناه ومن كمان الكركم برضه بيدّي له لون حلو أوي. من الحاجات الإضافات بقى اللي بتحافظ لي طبعًا على المِش معلقة الحلبة اللي أنا حطيتها. وممكن حضرتِك كمان تحطّي ترمس بس يكون مُر مش مستورد، تحطّي كام حبّاية كده برضه بيحافظ على المِش من أي حاجة ممكن تيجي له. يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.